اهلا وسهلا بكم في قناة لولي كروشيه. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل المفرش اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هنشرحه بأسلوب شرح سهل وبسيط جدا، اي حد ممكن يقدر يطبقه. المفرش ده ممكن تعمليه كمفرش طقطوقة للصالون او اي ترابيزة مدورة عندك، وممكن تعمليه كسجادة. في البداية لو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. المفرش ده مقاساته من هنا لغاية هنا حوالي 45 سنتي. انا اشتغلته بخيط سمكو رفيع علشان انا عاملاه مفرش لطقطوقة. انتي لو حابة تستعملي اي نوع خيط مفيش مشكلة خالص. واي مقاس خيط طبعا ده يرجع ليكي. فيلا نبدأ شرح المفرش مع بعض. في البداية انا هشتغل المفرش بتاعي بخيوط اللي هي الغزل المصري، مقاس 6 ملي مع ابرة 2 ملي. طبعا المفارش كل ما الخيط بقى سمكه رفيع بتبقى احسن في الشكل. طبعا انت تقدري تطبقيها. المفرش ده ينفع يطبق سجادة او مفرش، فتقدري تطبقيه باي نوع خيط انت حابة تشتغلي بيه واي سمك. بعد عقدة البداية ارتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح لأول سلسلة أنا اشتغلتها اهي، وأدخل أسحب الخيط وأطلع من الحلقتين اللي على الإبرة عشان أقفل الدايرة بتاعتي. للدور الأول هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهلف الخيط على الإبرة مرتين وأدخل في الدايرة، أسحب الخيط وأشتغل، أطلع من حلقتين في حلقتين وآخر حلقتين. بعد كده هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وألف الخيط على الإبرة مرتين، أدخل في السلاسل. طبعا ده الخيط باخده معايا للتنظيف. أسحب الخيط وهشتغل عمود بلفتين بس غير مكتمل، وبعدين ألف الخيط على الإبرة مرتين، أدخل في الدايرة أو في السلاسل وأطلع من حلقتين وحلقتين. هيتبقى معايا 3 حلقات على الإبرة بأطلع منهم مرة واحدة. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وألف الخيط على الإبرة مرتين وأدخل أطلع من حلقتين وحلقتين وآخر حلقتين هسيبهم على الإبرة، وألف الخيط على الإبرة مرتين، أدخل في السلاسل، أطلع من حلقتين في حلقتين وآخر 3 حلقات بطلع منهم مرة واحدة. كده أنا عملت مجموعة 2 3. أفضل أشتغل بنفس الطريقة لغاية ما أوصلهم ل12 مجموعة. هكمل بنفس الطريقة ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت بنفس الطريقة لغاية ما شكلت 12 مجموعة، كل مجموعة من 2 عمود بلفة غير مكتمل بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اخر حاجة عملتها ال5 سلسلة، وبروح في الراس هنا شايفين 1 2 3 4، بدخل هنا وبسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة. كده قفلت الدور الأول. للدور التاني بدخل في السلاسل هنا، أسحب الخيط وأشتغل غرزة منزلقة. بعد كده ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وعلى نفس المكان بشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3 بالشكل ده.
طبعا دول 3 عمود بلفة ب3 سلاسل الارتفاع، كده 4 عمود بلفة. 2 سلسلة، 1 2، وهدخل على السلاسل، بسيب الأعمدة مش بشتغل عليها حاجة، وهشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. 2 سلسلة، وهروح على السلاسل واشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. هفضل اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لبداية الدور بتاعي. اشتغلت بنفس الطريقة لغاية ما وصلت لبداية الدور. هيتكون معايا 12 مجموعة برضو، 4 عمود بلفة، وبينهم وبين بعض 2 سلسلة. اخر حاجة هشتغلها 2 سلسلة، 1 2، وهعد 1 2 في بدخل وبشتغل منزلقة بالشكل ده. الدور الثالث هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واروح لاول عمود هنا او التاني بعد السلاسل، وهشتغل عمود بلفة، والعمود اللي وراه برضو هشتغل عمود بلفة، واللي وراه كمان هشتغل عمود بلفة. يبقى في بداية الدور اشتغلت ال3 سلسلة بمقام عمود، بعد كده فوق كل عمود يقابلني 3 عمود بلفة. 1 2 3، فوق كل عمود عمود بلفة. 1 2 3، كده 4 عمود بلفة في بداية الدور. 3 سلسلة، 1 2 3، وهسيب السلاسل وهروح على الأعمدة مباشرة، وهشتغل على كل عمود عمود بلفة. 1 2 3 4. 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح على الأعمدة أشتغل أعمدة. 1 2 3 4. 3 سلسلة، وهكذا بكمل بنفس الطريقة لغاية ما أوصل لنهاية الدور. برضو هنا في الدور الثالث هيتشكل معايا 12 مجموعة من 4 عمود بلفة، بينهم 3 سلسلة، 4 عمود بلفة. 12 مجموعة. هخلص لنهاية الدور ونرجع نكمل مع بعض. وصلت لنهاية الدور، آخر حاجة اشتغلتها 3 سلسلة، بعد في أول سلاسل الارتفاع 1 2 في السلسلة الثالثة، هدخل أسحب الخيط وأشتغل غرزة منزلقة. كده خلصت الدور الثالث. للدور الرابع هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود. 1 2 3. كده بقوا 4 عمود بلفة ب3 سلاسل الارتفاع. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهدخل على الأعمدة برضو، مش هشتغل على السلاسل حاجة، واشتغل فوق ال4 عمود 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. 4 سلسلة، 1 2 3 4، واروح لل4 عمود اشتغل 4 عمود. 1 2 3 4. في الدور ده برضو هيتشكل معايا 12 مجموعة من 4 عمود بلفة، وبينهم وبين بعض
الأربعة سلسلة. هخلص لنهاية الدور وأرجع لكم. كده وصلت لنهاية الدور. آخر حاجة بشتغلها 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبروح أعد في سلاسل البداية 1 2 3، أدخل في السلسلة التالتة، أسحب الخيط وأشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده. للدور الخامس هرتفع من مكاني 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل فوق العمود التاني هنا عمود بلفة. يبقى اشتغلت في بداية الدور 3 سلسلة، بعد كده اشتغلت عمود بلفة جنب العمود التاني. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهروح على العمود التالت اشتغل عمود، والرابع عمود، وكل سلسلة تقابلني هنا هشتغل فوقيها عمود بلفة. كده اكمل 3 4 5 6 6، وهدخل على اول عمود هنا هشتغل عمود والتاني عمود بالشكل ده. يبقى اشتغلت في بداية الدور 3 سلسلة وعمود بلفة فوق العمود التاني، بعد كده 2 سلسلة، 8 عمود بلفة، 2 عمود على 2 عمود، والأربعة سلسلة اللي في النص فوق كل سلسلة عمود، و2 عمود كمان من المجموعة التانية هنا بالشكل ده عشان يتشكل معايا 8 عمود بلفة. 2 سلسلة، 1 2، وهروح للعمود التالت هنا اشتغل عمود، وعلى الرابع عمود، وعلى الأربعة سلسلة هنا 4 عمود بلفة. بدخل كده في السلسلة بشتغل عمود، والسلسلة التانية والتالتة واخر واحدة هنا الرابعة بشتغل فوقيها عمود بلفة. بعد كده هوصل للمجموعة هنا بشتغل فوق 2 عمود اللي في البداية بشتغل 2 عمود، يبقى مجموع الأعمدة من هنا لهنا 8 عمود بلفة. بعد كده هكرر تاني 2 سلسلة و2 عمود فوق 2 عمود، و4 عمود فوق 4 سلسلة، و2 عمود فوق 2 عمود هنا. هشتغل وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لبداية الدور. كده وصلت لبداية الدور هنا. اخر حاجة بشتغلها بعد في سلاسل الارتفاع 1 2 في السلسلة التالتة، بدخل وبشتغل منزلقة بالشكل ده. هو ده الشكل معايا. يبقى مجموعة من 8 عمود بلفة، 2 سلسلة، و8 عمود بلفة. كام مجموعة معايا في الدور الخامس؟ برضو هيبقوا 12 مجموعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. للدور السادس هرتفع من مكاني 3 سلسلة، 1 2 3، بمقام كده عمود، وهشتغل عمود فوق العمود اللي بعد كده بالشكل ده. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح اعمل تناقص على اول وتاني عمود. بدخل
اسحب الخيط واشتغل، اطلع من حلقتين وبدخل على اول وتاني عمود اعمل تناقص، بدخل اسحب الخيط واطلع من حلقتين ومش هكمل، الف الخيط على الابرة، ادخل على العمود التاني واسحب الخيط واطلع من حلقتين، وبعد كده اطلع من الثلاث حلقات الموجودين على الابرة مرة واحدة. كده عملت تناقص على اول وتاني عمود. بعد كده هشتغل 4 عمود بلفة اللي في النص، 1 2 3 4، واخر 2 عمود بدخل برضو واشتغل تناقص. ادي اول عمود وادي كده تاني عمود، واطلع من الحلقات الموجودة على الابرة. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهروح اشتغل تناقص على اول وتاني عمود. أربعة عمود بلفة اللي في النص، بشتغل فوق كل عمود عمود، واخر 2 عمود بدخل وبشتغل عليهم التناقص زي اول وتاني عمود بالشكل ده. هشتغل واكرر بنفس الطريقة لغاية نهاية الدور. كده وصلت لنهاية الدور بتاعي. اخر حاجة هشتغلها، شايفين السلاسل 1 2 3 فوقيها التجميعة هنا، بدخل واسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. بكده اكون خلصت الدور السادس. للدور السابع هشتغل 3 منزلقات في السلسلة هنا، بدخل اسحب الخيط واشتغل كده منزلقة، والسلسلة اللي جنبها هدخل واشتغل منزلقة كده 2، والسلسلة كمان التالتة هدخل واسحب الخيط واشتغل منزلقة. كده وصلت لنص السلاسل. دول 5 سلاسل انا اشتغلت لغاية ما وصلت للسلسلة رقم 3. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل في نفس المكان 3 عمود بلفة كمان، 1 2 3. يبقى كده انا اشتغلت بسلاسل الارتفاع 4 عمود بلفة، 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل هنا على كده انا عندي 1 2 3 4 5 6، هعمل تناقص في اول وتاني سلسلة، عمود غير مكتمل، والف الخيط وادخل على العمود التاني واشتغل عمود غير مكتمل، وبعد كده الف الخيط واطلع من الحلقات الموجودة على الابرة. وبعد كده هشتغل عمود 2، والاتنين الاخرى بشتغل عليهم تناقص زي الاتنين الاولانيين، بدخل اسحب الخيط واشتغل عمود غير مكتمل، وادخل على اخر واحدة واسحب الخيط واشتغل عمود غير مكتمل، وبعد كده اطلع من الحلقات الموجودة على الابرة مرة واحدة بالشكل ده. 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح اعد 1 2 على السلسلة التالتة، بدخل واشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4 بالشكل ده. 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل تناقص على اول وتاني سلسلة، وبعد كده الاتنين اللي في النص بشتغل على كل واحدة عمود بلفة عادي، وعلى اخر
واللي قبل الأخيرة والأخيرة بدخل وبشتغل تناقص عليهم. عمود برضو غير مكتمل بالشكل ده، وأطلع من الحلقات الموجودة على الإبرة مرة واحدة، وهفضل أشتغل بنفس الطريقة لغاية ما أوصل لنهاية الدور. كده وصلت لنهاية الدور. آخر حاجة هشتغلها 1 2 في السلسلة التالتة، أدخل وأشتغل منزلقة. بكده نكون خلصنا الدور السابع. للدور الثامن برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل على تاني عمود. هنا بشتغل عمود بلفة، يبقى كده 2 عمود في بداية الدور. سلسلة واحدة، وعلى ال2 عمود هنا بشتغل 2 عمود، 1 2، يبقى اشتغلت 3 سلاسل ارتفاع. بعد كده عمود، سلسلة واحدة، و2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبروح هنا بشتغل كلاستر على ال4 عمود. هدخل على أول عمود، أشتغل عمود غير مكتمل، ألف الخيط على الإبرة، وأدخل على تاني عمود وأشتغل عمود غير مكتمل، ألف الخيط على الإبرة كمان، وأشتغل عمود على العمود التالت غير مكتمل، وألف الخيط على الإبرة كمان مرة، وآخر عمود وأشتغل عمود غير مكتمل. هيتشكل معايا 1 2 3 4 5، بأطلع منهم مع بعض بالشكل ده. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح على أول عمود بشتغل عمود بلفة، والعمود التاني عمود بلفة، سلسلة واحدة، وأروح على العمود التالت هشتغل عمود، والعمود الرابع بشتغل عمود بالشكل ده. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وأروح أشتغل كلاستر هنا، بدخل وأشتغل عمود غير مكتمل كده، 2 3 4، بتشكل معايا 5 حلقات على الإبرة، بأطلع منهم مرة واحدة. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبشتغل 2 عمود على ال2 عمود، 1 2 سلسلة، و2 عمود على ال2 عمود اللي فاضلين، وهكذا هفضل اشتغل بنفس التكرار ده لغاية ما هوصل لنهاية الدور بتاعي. كده وصلت لنهاية الدور. اخر حاجة هشتغلها 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح اعد في سلاسل الارتفاع 1 2 في السلسلة التالتة، بدخل اسحب الخيط واشتغل منزلقة. كده اكون خلصت الدور الثامن. للدور التاسع برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبشتغل فوق العمود عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، وعلى ال2 عمود هنا بشتغل 2 عمود، 1 2 بالشكل ده. 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وبتجاهل السلاسل والشكل الكلاستر هنا والسلاسل برضو، وبروح على ال2 عمود اشتغل 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3،
وعلى الاتنين عمود بشتغل 2 عمود، 1 2. بعد كده هشتغل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبروح برضو بتجاهل السلاسل والكلاستر والسلاسل، وبروح على الشكل هنا بشتغل 2 عمود فوق ال2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود. وهكذا افضل اكرر لغاية ما اوصل لبداية الدور بتاعي. هنا كده خلصت لنهاية الدور بتاعي، وصلت هنا عملت اخر حاجة اشتغلتها 11 سلسلة، بعد فيه سلاسل البداية 1 2. في السلسلة الثالثة بدخل وبشتغل منزلقة. للدور العاشر هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وعلى العمود هنا بشتغل عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، وعلى الاتنين عمود هنا بشتغل 2 عمود، 3 سلسلة، 1 2 3. وبروح أعد في السلسلة الستة من 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بدخل وبشتغل فوق السلسلة الستة دي 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. بعد ما اشتغلت ال5 عمود هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح على ال2 عمود هنا بشتغل 2 عمود، 1 2 3 سلسلة و2 عمود فوق ال2 عمود، 1 2 بالشكل ده. بعد كده هشتغل تاني 3 سلسلة، 1 2 3، وعلى السلسلة الستة في 11 سلسلة بشتغل 5 عمود بلفة زي هنا. بعد كده 3 سلسلة، 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، بنفس الشكل ده وبنفس التكرار هفضل اشتغل الدور كله لغاية ما اوصل للنهاية خالص. كده خلصت لنهاية الدور. اخر حاجة اشتغلتها ال3 سلسلة، بعد في سلاسل البداية او الارتفاع 1 2. في السلسلة الثالثة بدخل اسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده. للدور ال11 برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبشتغل على عمود هنا عمود، بعد كده 2 سلسلة، 1 2، وعلى ال2 عمود هنا بشتغل على كل واحد عمود، 1 2 بالشكل ده. بعد كده 2 سلسلة، 1 2، وعلى ال5 عمود بلفة هشتغل 10 عمود بلفة، يعني كل عمود بشتغل عليه 2 عمود. يبقى على العمود الاول 2 عمود، والعمود التاني 2 عمود، 1 2، وعلى العمود التالت 2 عمود، والرابع 2 عمود، 1 2، واخر حاجة العمود الخامس بشتغل برضو 2 عمود، 1 2. مجموع الاعمدة هنا 10 عمود بلفة. بعد كده بطلع ب2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود هنا عمود،
وعلى العمود التاني عمود، 2 سلسلة، 1 2، وبروح على الاتنين عمود بشتغل 2 عمود، 1 2. شايفين الشكل معايا؟ وابتدي اكرر بنفس الشكل ده لنهاية الدور. هخلص وارجع لكم. وصلت لنهاية الدور، اخر حاجة اشتغلتها 2 سلسلة، بعد في سلاسل الارتفاع 1 2، في السلسلة التالتة بدخل وبشتغل غرزة منزلقة. كده خلصنا الدور ال11.